ادي يا حبايبي المخلل بتاعنا اهو. انا لسه مفضياه من البرطمان زي ما انتم شايفين كده اهو. البرطمان اهو عشان محدش يقول ان ايه ان انت كنت عاملاه قبل كده. اهو زي ما انتم شايفين حتى المخلل، عشان انا ما حطيتش خل. الفلفل او الشطه اللي انا حطيتها لسه لونها مصفرش، فيها اصفر اهو وفيها لسه مصفرش. هنا كمان يا حبايبي انا معايا مخلل ليمون. المخلل الليمون ده عندي مخللاه بقاله سنه، والله بقاله سنه. المخلل ده طريقه تخليل مخلل الليمون بتاعت ام احمد يا بنات روعه. ادخلوا شوفوها. على فكره ده مش ليمون معصفر، ده ليمون مخلل عادي. تحفه تحفه بجد والله، خطيره. وكمان لما مخلل الليمون ده لما يبقى عندك مش محتاجه تعملي ميه مخلل جديده. وميه المخلل الليمون دي بتحفظ عندك المخلل، يعني ممكن تحطي فيها اي نوع مخلل موجود عندك وعايزه تاكلي منه بعدها بساعه هتاكلي. شايفه المخلل تحفه تحفه بجد يا بنات. اهو طريقه حلوه قوي وبشهاده كل اللي اكلوا عندي بصراحه. كل اللي يجي عندي وياكل المخلل بتاعي ده يقول لي انت عاملاه ازاي. وعلى فكره ده كمان مخلل قرنبيط، مخلل لفت. المخلل اللفت ده يا بنات انا عاملاه بقاله 3 شهور. شايفين القرمشه والجمال اهو. جميل جدا بسم الله ما شاء الله. تحفه بجد يا بنات. عاملاه بقاله 3 شهور. اللي بيقولوا المخلل اللفت بيمرر عندنا وكده، والله لا بنقع ولا بعمل حاجه. انا بجيبه اقطعه واغسله الاول، اغسله كويس جدا واقطعه واحطه في والفه بهريسه الشطه واحطه في المخلل بتاع في الميه بتاعت المخلل بتاعتنا على طول. اهو حطاه عندي بقاله اكتر من 3 شهور. على فكره الخيار ده انا لسه عم حطاه يومين ما عملت المخلل، يوم ما عملت المخلل التاني يعني من 3 ايام. زاد مني كام خيارايه كده حدفتهم هنا. فانما مخلل اللفت ده بقاله اكتر من 3 شهور. بعمله في الارادل دي كده. بيقعد عندي والله اكتر من 3 شهور. شايفين؟ ولا بيمرر ولا بيسود ولا بيغير لون ولا اي حاجه خالص. ومخلل الليمون ده والله يا بنات تحفه تحفه تحفه. اللي ما جربتش مخلل الليمون بتاع طريقه ام احمد تبقى غلطانه، يعني بصي فايتها كتير. الطريقه دي جميله جدا، ممكن تاكلي منها بعد يوم على طول بعد ما تخلليه. وكمان كل اللي هيدوق عندك بصي هيقولك انت عاملاه ازاي، مش هيصدق ان انت اللي عاملاه، يفكرك ان انت شارياه. على فكره يا بنات انا بحط معاه الفلفل ده. الفلفل ده بتاع الفلفل بتاع الصيف ده بيبقى جميل جدا اهوت. وبيفضل شايفين الفلفلايه عامله ازاي ماسكه نفسها وبسم الله ما شاء الله عليه. بحط احيانا بحط معاه قطع جزر، بحط معاه كل حاجه. زي ما انتم شايفين كده يا بنات المخلل الليمون ده خطير، جربوه بجد. شوفوا الطريقه على مطبخ العائله مع ام احمد هيعجبكم جدا. ادي يا حبايبي المخلل بتاعنا. دلوقتي بقى انا هحط مخلل اللفت عليه. عشان كده انا ما اشتريتش لفت لان عندي كميه كبيره متخلله فما حطيتش معاه لفت. هقلب عليه اللفت بتاعنا بقى كده. دي الحركه دي انا بعملها كل سنه. وكمان بزود عليها زيتون، وكنت بعمل كمان بصل مخلل وكده. بس السنه دي ما عملتش بصل لان في احيانا ما حدش بياكله عندي كتير وكده فبيستنى فبيبوظ. والواحد مش عايز يعني يكتر في المخللات برضو علشان الصيف طالع والخضار هيبقى حلو كتير، ولما تعمليها طازه بيبقى احلى جدا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهوت المخلل بتاعنا كده. هحط اكمل بقى الليمون واوريكم. ادي يا بنات المخلل القمر بتاع ام احمد زي ما انتم شايفين كده. تحفه. حاجه انت عاملاها في بيتك بمزاج، عاملاها غاسله الخضار بتاعك كويس. انت ما انتش عارفه اللي بره معمول ازاي. بتروحي تجيبي الكيس بقد كده حتى لو رخيص والله ما تشتريه من بره. صدقوني انا مره شفت فيديو على التلفزيون. كان في برنامج كده وبيتكلموا عن طريقة ان الناس عاملة المخلل اللي ده بتبيعه في المناسبات اللي زي كده. حرمت، كنت بعشقه من بره بصراحة. حرمت خالص يا بنات. شايفين الكياس بتاعت المخلل بقى اللي بتتشري جاهزة، والله المية بتاعته تتشرب شرب كده. بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال والروعة. زي ما انتم شايفين كده يا بنات مخلل خطير جدا. انا كل سنه بعمل العلبه دي كده بتبقى جاهزه، ببقى حاطه فيها كل انواع المخلل
وبحطها عندي بقفلها، وبحط طبعا لازم احط كيس كده، بلبسها في كيس كده وبقفل الكيس وبقفل العلبه عليها كويس. المخلل بتاعك بتقولي لي ازاي قعد الفتره دي كلها عندك وما بص يا ام احمد؟ عشان اهم حاجه في المخللات او المش او اي حاجه انك انت تقفلي البرطمانات بتاعتك كويس جدا. لو انت قافلاها ومفيش هوا ولا اي حاجه بيدخل لها، صدقيني ولا هتعمل ولا هو بقول لكم بقاله اكتر من 3 شهور. شايفين والله لا عمل ريم ولا عمل اي حاجه، ما عملش لا ريمه ولا اي حاجه. ليه؟ انا بقفل الاردل ده كويس جدا عليه. حتى لو لقيت ان حد من الاولاد اخد مخلل بروح بعديه على طول وبقفل انا بضغط عليه كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، شكله بيتحدث عن نفسه. بسم الله ما شاء الله، حاجة نظيفة انت عاملاها في بيتك. شايفين الجمال والروعة؟ اعملوا يا بنات، وانا وريتكم الطريقة سهلة. شوية خضار كده، لو جبتي قرنبيطة واحدة صغيرة كده وعملتيها، وحطيتي كمان وجبت في نص كيلو فلفل، وجبت بتاع شوية لفت كده وشوية ليمون. الليمون دلوقتي غالي، عشان كده انا بقولك انا عاملاه بقاله اكتر من سنة، يعني والله العظيم بقاله سنة. فبسم الله ما شاء الله. شايفه الليمون عامل ازاي؟ شوفوا الطريقه بتاعت المخلل لليمون بجد هتعجبكم، خطيره. شايفين يا بنات؟ حاجه كده. وميه المخلل بقى بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تحفه. اسفه. لو عندكم الميه المخلل دي انت كنت مخلله فيها قبل كده ونضيفه وما فيهاش لا عامله ريم ولا عامله حاجه، ممكن اي نوع مخلل تهدفيه فيها تاكلي منه تاني يوم على طول. يعني عندك جزرايه خايفه عليها تبوظ، خيارايه، حته قرنبيطه فضلت منك وانت بتعملي، حطي في ميه المخلل دي تاني يوم هتاكلي منها على طول. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. يا ريت الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ولو لكم اي استفسارات اكتبوها لي في الكومنتات. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم، باي باي.